شايفين الفتة وجمالها ولا الكوارع وطشتها اللي جايبة لآخر الشارع؟ مش عايزة أقول إن دي أحلى مرة هتاكلوا فيها فتة بالكوارع عشان ما تقولوش عليا ببالغ، بس هي فعلا كده وأكتر من كده كمان. أول حاجة هنسمي الله وهجيب معايا جوز من الكوارع غسلاه كده غسلة كويسة وأحطه في محلول النقع، وده أهم حاجة في الموضوع. أهم حاجة في أكل المذبح إن هو يتغسل ويتنضف حلو عشان تاكلوا حاجة زي ما طعمها حلو وريحتها كمان حلوة. هحط في محلول النقع ده معلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار ملح وليمونتين بقشرهم وعصرهم ومعلقتين كبار دقيق وربع كوبايه خل، كل حاجه اتنين ما عدا بس الخل هو اللي ربع كوبايه. المقادير ما تتوهش خالص، ممكن تحفظوها. وبحط عليه ميه وبقلبه كويس لحد ما اتاكد ان كل حاجه دابت. وبحط الكوارع في المحلول ده لمده نص ساعه. هتنزل ميه كده شكلها مش كويس، برمي الميه وبشطف الكوارع. انا هعمل الكوارع النهارده في الحله البريستو. بجيب الحله البريستو بحط فيها ميه مغليه وبحط فيها الكوارع بغليها غلوتين. تحسوا الميه كده عكرت وبقى شكلها مش كويس، باخد الميه وبرميها وبشطف الكوارع شطفه تاني، وكمان باخد الحله وبغسلها. ما تستثقلوش الموضوع، بس هتاكلوا حاجه في الاخر طعمها عسل. بعد كده بجيب الحله بعد ما غسلتها بحط فيها شويه زيت وزبده، بنزل فيها بفصين مستكه وحبهان وقرنفل، ما تستغربوش خالص من القرنفل، بديهم كده تشويحتين. وبعد كده بنزل ببصلايه وجزرايه وطماطمايه بديهم تقلبتين، وبنزل بالكوارع وبقلبها تقلبتين. بضيف عليهم الميه المغليه والملح والفلفل وبغطيها. لو حباها مستويه قوي هتقعديها في الحله البريستو ساعه، انا بحبها مستويه. لو حباها مستويه بس مش قوي يعني هتقعديها ساعه الا ربع، هتحسي ان هي يعني مش مستويه قوي. لو هتعملي الكوارع في الحله العاديه ما بتضيفيش الملح دلوقتي خالص، بتضيفيه قبل السوا بحوالي ربع ساعه، انما انا عشان اعملها في الحله البريستو فضفت الملح من دلوقتي. دي معلومه مهمه جدا. نيجي بقى للفته. انا معايا هنا 3 كوبايات رز مغسولين ومتصفيين كويس جدا. هاخد الرز احطه في حله فيها كده زيت وزبده، وهنزل بفص مستكه بقلب كده لحد المستكه ما تسيح، وبنزل بالرز وبشوحه تشويحتين. بحط الرز كده وبحط عليه الميه المغليه وبحط الملح وبسيبه كده على النار. قبل ما يبتدي خلاص استوى فاضله بتاع 3 دقايق كده بس على البخار كده، بحط عليه كبشه من شوربه الكوارع ومعلقه كبيره زبده. بحط الزبده في الاخر خالص مش في الاول عشان ما تغمقش والرز يطلع ابيض كده وبيلمع كده. العيش، المقدار المظبوط للعيش عشان تاكلوا حاجه مظبوطه وطعمه مظبوطه بالمسطره، كل كوبايه رز بتاخد رغيف عيش، بس الرغيف ده كبير سيكه. بصوا انا بحب اقطع العيش كبير كده شويه عشان وانا بقليه يبقى سهل كده، اسهل ما تكسريه حتت صغيره. بقطع الرغيف على 4 كده وبقليه وبطلعه على ورق مناديل كده لحد ما يتصفى وبركنه على جنب. نيجي بقى لطشه الفته، ودي اهم حاجه في الموضوع. طاسه على النار فيها زيت وزبده، اول ما يسخنوا بنزل بمعلقه كبيره توم مفروم. اول ما بياخد لون ذهبي كده بنزل عليه بتلت كوبايه خل. بعد كده بضيف عليه الصلصه والطماطم المبشوره، وبحط عليه ملح وفلفل وسكر بس، ما بحطش عليه اي حاجه تاني. بقلبه كده شويه وبعد كده بضيف عليه كبشتين كده من شوربه الكوارع، تقلبتين على النار وبشيله. بجيب الصينيه كده وبحط فيها العيش كده وبكسره وبحط عليه شويه رز وشويه صلصه عشان تاكلوا حاجه كده ليها طعم، ما بنحطش العيش بس، وشويه من شوربه الكوارع. يبقى العيش حطينا عليه شويه رز وشويه صلصه وشويه من الشوربه، بديهم تقلبتين كده وبحط الرز وبحط الصلصه فوق الفته. فين الروايح وجمالها روعه. بجيب الكوارع كده، شايفين الكوارع شربتها ذهبي، شايفين لونها وشكلها ما فيش فيها ولا ريم ولا ريحه ولا اي حاجه، شربتها ذهب. بغرف كده الكوارع وبغرف عليها الشوربه وبعمل لها طشه في الاخر كده هتخليها روعه. بجيب طاسه على النار بحط فيها زيت وزبده ومعلقه كبيره توم مفروم. اول ما لونه يغير كده بحط عليه شويه كزبره ناشفه، طشه زي طشه الملوخيه بالظبط. اول ما بتاخد له معايا لون ذهبي كده بتشطها على الكوارع كده وتفرجوا على الريحه. شايفين بصوا اغرف لكم شويه من الفته والكوارع يعني تحفه. هتاكلوا فته وكوارع هتاكلوا صوابعكم وراها. جربوها واكتبوا لي رايكم في التعليقات.